يا مساء الفل والسعادة عليكم يا أحلى متابعين. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيعاني منه ناس كتير، وهي الفوضى الداخلية. إن عقلك يفضل مشغول ليل نهار، بتصحي من النوم وانت حاسة ستريس ودماغك مليانة أفكار. خليني أقولك الحل في الفيديو ده. أنا هنا عشان أساعدك ترتبي أفكارك وتعيشي في حياة أبسط وأسهل. ساعات بنحس إن في زحمة جوا دماغنا، صح؟ كأن في مليون حاجة بتجري في نفس الوقت ومش عارفين نمسك حاجة واحدة. الضغط، القلق، التفكير الزايد، كل ده بيخلينا نحس بفوضى داخلية. لو صحيتي من النوم وانتي حاسة انك مش مرتاحة، عقلك مليان، مش عارفة تركزي، يبقى الفيديو ده معمول علشانك. ايه هي الفوضى الداخلية؟ ببساطة كده، هي لما الأفكار والمشاعر والضغوط كلها تتجمع جواكي بطريقة مش منظمة، كأن كل حاجة بتزعق في نفس الوقت وانتي مش عارفة تسمعي صوتك الحقيقي. طيب ليه بنحس بكده؟ الأسباب كتير، بس خليني أقولك على كام حاجة أساسية. الضغط المستمر، شغل، حياة، مسؤوليات، الدنيا بتفرض علينا حاجات كتير، بنفضل نفكر في اللي فات ونقلق من اللي جاي وبننسى نعيش اللحظة. مشاكل ما بتتحلش، حاجات بنمر بيها، ذكريات مؤلمة، صدمات، بنفضل نحطها في درج مقفول لكنها بتفضل موجودة. بنشوف حياة الناس على السوشيال ميديا وبنشوف قد ايه انها بيرفكت، ونحس اننا مقصرين وبننسى اننا محتاجين وقت بس عشان نتنفس. اول خطوة عشان ترتبي الفوضى دي هي اننا نفهمها. لازم نعترف ان في فوضى وان ده طبيعي، مش عيب اننا نحس بالضغط او اللخبطة. مش لازم تكوني قوية طول الوقت. اسألي نفسك، ايه اكتر حاجة بتوترني؟ ايه الافكار اللي بتدور في دماغي معظم الوقت؟ لو قدرتي تعرفي المصدر يبقى نص المشوار خلص. عارفة لما تحسي انك مش عارفة تنامي من كتر الافكار؟ الحل في الورقة والقلم. اكتبي كل حاجة، اعملي جورنالينج. صدقيني الموضوع ده هيفرق معاكي جدا. اكتبي كل حاجة في دماغك، افكار، مشاعر، مخاوف، خطط. ما تفكريش كتير، بس تكتبي. ده بيخرج كل حاجة لبره، كل حاجة بتخرجيها كأنه حمل وانزاح من عليكي. تمام، دلوقتي عقلك هادي شوية بس لسه جسمك مشدود. اعملي مديتيشن بس لمدة 10 دقايق. خدي نفس عميق وركزي بس على صوتك الداخلي. ده بيرجعلك هدوءك النفسي وبيوقف دوامة الأفكار. لما الدنيا تبقى زحمة لازم ترتبي أفكارك. خدي بس 5 دقايق واكتبي أهم 3 حاجات لازم تعمليهم. ركزي على دول بس، والباقي ممكن يتأجل أو يتلغي. خصصي وقت إنك ما تعمليش أي حاجة. أيوة، ساعات أحسن حاجة تعملها إنك ما تعملش حاجة. خصصي وقت في يومك حتى لو 10 دقايق تقعدي فيها هادية من غير موبايل، من غير تفكير، بس تكوني انتي عشان تعملي ريست لعقلك من جديد. خليني أشارك معاكي 3 نصايح أنا عن نفسي جربتهم وفرقت معايا جدا. حاولي تقللي من السوشيال ميديا على قد ما تقدري. ابعدي عن كل الأخبار المزعجة، لأن كل الحاجات دي هي اللي بتزود الفوضى والتشتت في الدماغ.
خليكي لطيفة مع نفسك، مش لازم طول الوقت تلومي نفسك، مش لازم طول الوقت تبقي قوية ومثالية. اتعاملي بلطف مع نفسك، كافئي نفسك حتى لو إنجاز صغير جدا. حاوطي نفسك بالأشخاص الإيجابيين، لأن الناس اللي حواليك هي اللي بتأثر فيكي، هي اللي بتدعمك، هي اللي بتسمعك وتحس بيكي. ابعدي عن الناس السلبية. وبس كده نكون خلصنا النهاردة. شكرا لكم انكم كنتم معايا النهاردة، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد.